السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. إحياء يوم المرأة العالمي على مستوى إقليمي عنسبة. سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في القاش بركة يعقد سيمينارا في تسنين. إجراء عمليات جراحة العيون في مستشفى نقفة. في الأنباء العالمية، قمة الجامعة العربية تعتمد خطة لإعمار القطاع. الرئيس الأمريكي يلوح بضم جرينلاند. مشاجرة في البرلمان الصربي. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. تم إحياء اليوم العالمي للمرأة في 4 مارس على مستوى إقليمي عنسبة في ضاحية قزقزة بمديرية حمل مالو. وأوضحت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بإقليم عنسبة السيدة آمنة حسن أن 8 مارس هذا العام فريد من نوعه، حيث أننا واجهنا تحديات لا حصر لها بوعي وطني ووحدة عالية، وننتقل إلى فصل جديد حققناه من خلال نضالنا نحو تحقيق نمو متزايد يدفع بالتنمية الوطنية. وأضافت مديرية حمل مالو السيدة آمنة حاج بدورها أن 8 مارس يوم لتذكر بطولة المرأة وتجديد الوعي الراقي المتكامل، مضيفة أنه تم القيام بعمل مشجع للقضاء على الممارسات الضارة المتخلفة التي ظلت تؤثر على المرأة سلبيا. وذكر حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى أن الحقوق التي تتمتع بها المرأة في جميع الجوانب تم تحقيقها من خلال الكفاح الجاد والمثابرة والمشاركة الفاعلة في المسيرة الوطنية، وأنه من الضروري تعزيز الجهود نحو تقوية وتطوير المرأة لأداء دورها المؤثر في المجتمع. وتم بالمناسبة توزيع الجوائز على طلاب الصفوف 8 والعاشر وال11 الذين حصلوا على أكثر من 90 درجة في نتائجهن الأكاديمية. يعرف أنه ظلت تنظم أنشطة نفير جماعي ومنافسات المعلومات العامة والندوات وغيرها من البرامج منذ 16 فبراير المنصرم في إقليم عنسبة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاش بركة السفير محمود علي الجبرة في الاجتماع الذي عقده لمدراء الضواحي ومسؤولي المجموعات إلى القيام بدور رائد في تقوية التنظيم وتعزيز برامج التنمية والتصدي في هذا العام. وذكرهم بأن الكثير من العمل ينتظرهم إلى جانب الحفاظ على القيم والهوية الوطنية. وحث السفير محمود الشباب عامة والكوادر خاصة على الجدية في تنفيذ الأعمال وإدارة الوقت، موضحا أن الشباب سيكونون ناجحين إذا وضعوا أهدافا واضحة وجهدا جادا وإيمانا وتقييما عمليا. وتم في المناسبة تقديم ومناقشة تقرير يعكس الأنشطة التي تم تنفيذها على مستوى المديرية خلال السنوات الثلاث الماضية ودور الشباب في نجاحها. ودعا المشاركون إلى احترام ساعات العمل في مكاتب الخدمات العامة ودفع رسوم العضوية بشكل سليم. من جانبه دعا المدير التنفيذي في إدارة مديرية تسني السيد تسفازق باسقي الكوادر إلى البحث مع الجهات المعنية سبل تصحيح أوجه القصور وحلها باعتبارهم حجر الزاوية في المجتمع. أجريت في مستشفى نقفة عمليات جراحية ناجحة للعيون ل115 مواطنا من 11 إدارة من الضواحي من مديريتي نقفة وأدبحة. وأوضح جراح العيون الدكتور إيوب بيانيه أن البرنامج تم تنفيذه بالأطباء الإريتريين والتنسيق مع المكتب المركزي لوزارة الصحة وفرع إقليم شمال البحر الأحمر في الفترة من 25 فبراير إلى 2 مارس. وأضاف الدكتور إيوب أن العملية أجريت لمواطنين يعانون من مشاكل في عظام العين والمياه البيضاء والجلاكوما وغيرها، كما تم إجراء فحوصات العيون وتقديم الأدوية المختلفة ل250 مواطنا. وذكر متلقو الخدمات الصحية بأن الحملة ساهمت في الحد من الإصابة بالعمى لأسباب مختلفة وخفض تكاليف السفر إلى مدينة كرن. دعا أخصائي الولادة والنساء في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي الدكتور هابتي هيلمولوكوت المجتمع عامة وعضوات الاتحاد الوطني للمرأة خاصة إلى زيادة دورهم في الوقاية من المشاكل الصحية الناجمة عن العادات الضارة بالمرأة.
وأوضح الدكتور هبتة في مناسبة زيارة عضوات الاتحاد الوطني للمرأة فرع مديرية مندفرة لمركز الناسور في المستشفى بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة أن الأسباب الرئيسية للناسور هي زواج القاصرات والختان، ويجب تكثيف حملة التوعية لمكافحة هذه الظاهرة. وذكر شفاء حوالي 1500 من المريضات من جميع أنحاء البلاد في 20 عاما الماضية، مضيفا أنه يجب على المرأة الحامل اتباع نصيحة المتخصصين في مجال الصحة، لأن الرعاية السابقة للولادة وبعدها يمكن أن تنقذهن من العواقب غير المرغوب فيها. وقالت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية مندفرة سيدة تولد برهان أن البرنامج يهدف إلى تشجيع مريضات الناسور معنويا إلى جانب تلقي التثقيف المعرفي بهذا الشأن وبشأن العادات الضارة. وأكد مدير مديرية مندفرة سيد هسكياس وهبت على أن إدارة المديرية مستعدة للمساهمة في إنجاح برامج ضمان صحة الأمومة وخاصة النساء الحوامل. من ناحية أخرى تم تقديم مساعدات مالية ل12 من الأسر الراعية لذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج تم تنظيمه بمناسبة 8 مارس في إدارة الضحيات عد قول. كما زارت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية ماي عيني مركز علاج الناسور وقدمنا مستلزمات النظافة والملابس للمريضات. عقد مدير مديرية النقفة السيد يعقوب إدريس اجتماعا في 1 مارس مع مدراء إدارات الضواحي المنتخبين. ودعا السيد يعقوب في الاجتماع مدراء إدارات الضواحي الجدد إلى الانخراط بنشاط في تعبئة الشعب وتقوية تأطيرهم لإنجاح برامج التنمية الموضوعة. وأكد الإداريون الجدد على استعدادهم لخدمة المجتمع الذي انتخبهم بكل جدية ونزاهة. تم انتخاب 22 مديرا ومديرا تنفيذيا و66 من لجان القرى و24 محصلا للضرائب في الانتخابات التي أجريت في 11 إدارة ضاحية في مديرية النقفة. من ناحية أخرى ذكر مدير مديرية جندع سيد عمر يحيى انتخاب 32 مديرا ومديرا تنفيذيا بينهم 13 امرأة في الانتخابات التي أجريت في 16 إدارة من الضواحي بمديرية جندع في الفترة من 11 من يناير إلى 26 من فبراير. كما أفاد مدير مديرية قلعلو السيد محمود إبراهيم انتخاب 24 مديرا ومديرا تنفيذيا و82 من لجان القرى بينهم 20 امرأة في 12 إدارة من الضواحي بالمديرية في الفترة من 1 إلى 25 من فبراير. عقدت جمعية منتجي العسل التي تنشط في مديرية السجنيتي اجتماعا لتقييم أنشطة الجمعية لعام 2024. وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ تسفل الديت رؤسوم في التقرير الذي قدمه أن الجمعية تضم 49 عضوا يمتلكون 560 منحلا تقليديا و1287 منحلا اصطناعيا و66 منحلا حديثا. ووصل إجمالي إنتاج الجمعية في العام الماضي حوالي 30,000 كيلوغراما من العسل. وحث مسؤول مكتب الزراعة بالمديرية السيد إياسو أسفا والجمعية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق خطة وزارة الزراعة المتمثلة في الغذاء الصحي للكل وفي كل مكان. وذكر مسؤول وحدة التنمية بمديرية سجنيت السيد كيروس ولد ميكائيل بالعمل على تركيز الجمعية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأعضاء لتعزيز أنشطتهم التنموية ورفع الإنتاج والجودة والتسويق. استشهد في 8 من فبراير الماضي في مدينة ميلانو الإيطالية عضو وزارة الشؤون الخارجية المناضل حديش درار جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 75 عاما. التحق المناضل حديش درار بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا عام 1977 وعمل بداية في جهاز الإدارة الشعبية وبعد ذلك مسؤولا لمكتب الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في بيروت اللبنانية، وبعد الاستقلال ممثلا للحكومة الإريترية المؤقتة في دول الشام أو سوريا ولبنان والأردن، ومن ثم السكرتير الأول في السفارة الإريترية في القاهرة بمصر. المناضل الشهيد حديش درار متجوز وأب ل4 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم 5 من مارس في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. تعرب وزارة الشؤون الخارجية عن حزنها لاستشهاد المناضل حديش درار وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا.
على الصعيد العالمي أكد البيان الختامي للقمة العربية الموقف العربي الرافض لمقترحات تهجير الفلسطينيين، واعتمدت الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع. وأوضح البيان الختامي أن الخطة تنص على إعادة إعمار غزة وفق مراحل محددة وترسم مسارا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة. ودعا البيان الختامي مجلس الأمن الدولي لنشر قوات حفظ السلام في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين. ورحبت حماس بانعقاد القمة العربية بالقاهرة في ظل العدوان المستمر ومخططات الإبادة والتهجير، معتبرة أن عقد القمة يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة. في المقابل انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيان القمة العربية، وقالت إنه يعتمد على السلطة الفلسطينية والأونروا، وكل منهما فاسدة وتدعم الإرهاب. لوح الرئيس الأمريكي في أطول خطاب على الإطلاق لرئيس أمريكي أمام جلسة مشتركة للكونغرس بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستسيطر على جرينلاند. وقال لسكان الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند من أجل الأمن العالمي الدولي، موضحا أعتقد أننا سنحصل عليها بطريقة أو بأخرى. كما أعلن أن الولايات المتحدة ستستعيد السيطرة على قناة بنما، مشيرا إلى أن القناة ممر استراتيجي لا يمكن أن يبقى خارج النفوذ الأمريكي، وذلك من أجل ضمان المصالح التجارية والاقتصادية للولايات المتحدة في المنطقة. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. إحياء يوم المرأة العالمي على مستوى إقليمي عنسبة. سكرتير جبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القشبركة يعقد سيمينارا في تسني. إجراء عمليات جراحة العيون في مستشفى نقفة. قمة الجامعة العربية تعتمد خطة لإعمار القطاع. الرئيس الأمريكي يلوح بضم جرينلاند. مشاجرة في البرلمان الصربي. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله.